رغيف عيش بقى كده بلدي من بتاعنا. الله. شوية خضار بقى. عملت بقى شوية طحينة خطيرة. الأكلة ديت عايزة شوية طحينة. شايفين؟ شايفين الجمال؟ اللحظة الحاسمة بقى. تحفة. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا بقى هنعمل مع بعض ورقة سجق ما حصلتش زي اللي بتجيبيها من بره واحسن كمان. تعالوا بقى نبتدي مع بعض. انا جبت الوok بتاعي، سخنته، وانزل بفنجان زيت. ما تكتروش زيت قوي عشان خاطر السجق بتاعنا هيبقى فيه دسم. يسخن وانزل السجق بتاعي على طول. اهم حاجة النار تبقى عالية عشان ايه ما ينزلش كل السوائل اللي فيه. بالشكل ده كده. ننزل بيه يعني واحدة واحدة كده عشان ما نبردش الايه الطاسة بتاعتنا. أنا كده خلصت كده بالشكل ده. نوسع كده بقى مكاننا. خليه كده على نار عالية لغاية ما ياخد لون من كل الجوانب. ده سجق بلدي يا بنات. طبعا اللي انت عايزاه هاتيه، يعني اللي تحبيه. بس طبعا البلدي بيبقى ليه طعم تاني خالص. شايفين يا بنات؟ بصوا النازل دسم قد ايه. ده كده اهو اللون اللي انا عايزاه. كل ده والنار عالية، انا ما هديتش النار. شايفين شكله؟ انزل بقى في المرحلة ديت. دي بصلاية كده مقطعاها جوليان كبيرة. بصلاية كبيرة. انا مش عايزة اسوي البصل، انا عايزاه بس يعني ياخد لون. انا عايزة فيه القرشة بتاعته. اوسع بقى كده وانزل بمعلقة ثوم حلوة كبيرة كده. كده دي معلقتين كبار صلصة هيدوا لون حلو جدا. محمرة في السمنة كده حلو جدا للسجق. ودول طماطميتين انا بشراهم بشرة ناعمة خالص. طبعا لو حابة تقطعيها قطع صغيرة براحتك، بس انا بفضل بصراحة انها تبقى مبشورة. تدي طعم حلو قوي مش بتبان. انا عندي الولاد مش بيحبوا الطماطم متقطعة. شايفين اللون؟ بص بقى هنا يا بنات، انا عندي فلفل اخضر وفلفل احمر رومي. فلفل اخضر طبعا رومي وحامي، لو عندك اصفر حطي، انا ما كانش عندي. طبعا الالوان ديت بتدي قيمة غذائية عالية. شايفين يا بنات الشكل؟ انزل كده بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة،
معلقة صغيرة من الكمون، ده يا بنات بيدي طعم تحفة كأنك جايباه من بره. معلقة صغيرة من البابريكا، دي اختياري بقى يا بنات. معلقة صغيرة من الشطة، اللي حابب يحطها، اللي مش حابب الشطة ما يحطهاش. بصوا بقى المكون اللي بيديكي التيست بتاع بره كأنك جايباها من بره بالظبط، الكبيبة الصيني او البهار الحلو. حطيت منها نص معلقة صغيرة، ورشة جوز الطيب، تدي طعم حلو جدا يا بنات. اجيبهم بقى، شايفين لونه عامل ازاي؟ انتوا تقدروا تسووه بالشكل دوت، وخلاص كده تاكلوا بألف هنا. بس طبعا عشان احنا نديله إيه طعم بقى زي بتاع بره، فاحنا هنعمله ورقة زي بتاع بره بالظبط. بصوا نحط بقى لو موجود، نحط معلقة من الصويا صوص كبيرة كده، ومعلقة برضو كبيرة من دبس الرمان، بيدي طعم يا بنات تحفة. بس كده. لو مش موجود دبس رمان، ممكن نحط معلقة من العسل الأسود، معلقة كبيرة ما تقلقوش. وممكن تحطوا معلقة سكر، يعني لو ما فيش العسل الأسود حطوا معلقة سكر. انتوا لو عايزين تحطوا معاها بطاطس، انا كنت عاملاه قبل كده طاجن بالبطاطس. تقدروا بعد ما تشوحوا السجق، تكونوا مقطعين البطاطس مكعبات صغيرة، بتطلعوا السجق وتشوحوه في نفس الدسم بتاع السجق. بتشوحوا البطاطس وبعدين تنزلوا بقى بكل المكونات ديت تاني. لكن انا عشان عملته قبل كده، انا حبيت اعمله ورقه زي بتاعه بره بالظبط. يعني انا اللي جات لي كان سجق بس، بشويه الخضار دول، اللي هو البصل، الطماطم، الفلفل، الثوم، بس كده. انا كده طفيت عليها واحضر بقى الورقه اللي انا هحط فيها. بصوا انا كده جبت ورق فويل وعليه ورق زبدة، ونزلت بقى بالسجق بتاعي وعليه شوية مية صغننين عشان ما يبقاش ناشف معانا، يعني حوالي ربع كوباية مية، بس تكون سخنة يا بنات. بس وقفل عليها بقى كويس قوي بالشكل ده كده. وبعدين ادخلها في الفرن ربع ساعة بس يا بنات، على اعلى درجة حرارة. كده خلاص، قعدت لها ربع ساعه في الفرن. نفتحها بقى او تقصوها بالمقص براحتكم. بقول لكم ان الريحه تهبل. شايفين يا بنات؟ خطير. عايزين تدوها وش تحت الفرن، تحت الشوايه، تمام. هي كده حلوه جدا، مش عايزينها ناشفه. رغيف عيش بقى كده بلدي من بتاعنا. الله. شويه خضار بقى. عملت بقى شويه طحينه، خطيره الاكله ديت، عايزه شويه طحينه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ اللحظه الحاسمه بقى. تحفه.
ألف هنا يا رنا.